لو انت حامل ومش عارفه ايه الاكلات الممنوعه مع الحمل، فدكتور علي بنداري هيعرفك ممنوعات الحمل حفاظا على صحتك وصحه جنينك. ومن الاطعمه دي اللحوم المصنعه، وده لانها عباره عن لحوم غير ناضجه زي الباسترما واللانشون والبرجر والهوت دوج وغيرها، علشان بتحتوي على فيروسات وجراثيم بتضر صحتك وصحه الجنين. الاسماك النيه او الغير مطبوخه جيدا زي المحار والفسيخ والملوحة والرنجة، وبالنسبة للتونة مسموح بعلبة واحدة أسبوعياً. المخللات لأنها بتحتوي على نسبة عالية جداً من الأملاح اللي ممكن تضرك أثناء الحمل علشان بتسبب ارتفاع في ضغط الدم. كمان لازم تقللي من المشروبات اللي فيها كافيين زي القهوة والشاي والمشروبات الغازية. البيض الني، وده لأنه بيساعد على الإصابة ببكتيريا السالمونيلا، وده موجود في الحلوى والصلصة المنزلية زي الكاستر والمايونيز. الكبدة بكل أنواعها، وده لأنها بتحتوي على نسبة عالية جدا من فيتامين A اللي ممكن يأثر على الجنين أثناء فترة تكوينه. الجبن الغير مبسترة زي الجبنة الزرقاء والريكفور، ولازم تتأكدي وانتي بتشتري أي جبنة ناعمة إن تكون مصنوعة من لبن مبستر.